مرحبا بكم في قناة نيوز لاين آر، القناة التي ترافقكم دائما في كل حدث كبير وتضعكم في قلب الإثارة. واليوم أيها السادة، نقف أمام واحدة من أكثر اللحظات المنتظرة في عالم كرة القدم، لحظة حبست أنفاس الملايين حول العالم. تصريحات ليونيل ميسي حول مجموعة كأس العالم ومواجهة المنتخب الجزائري. منذ الإعلان عن نتيجة القرعة، تغيرت نبرة الحديث في الإعلام العالمي. لم تعد مجرد مواجهة عادية، لم يعد مجرد افتتاح مونديال جديد، بل أصبحت قصة مثيرة تتصدر العناوين. الأرجنتين في مواجهة محاربي الصحراء. ليونيل ميسي، الأسطورة التي يعرفها الجميع، خرج أخيرا عن صمته ليتحدث عن المجموعة التي سيلعب فيها منتخب بلاده، وقال بكل تواضع وثقة: علينا أن نفكر فقط في دور المجموعات وأن نحترم كل منافس، لأن المفاجآت في كأس العالم ممكنة. كلمات قد تبدو بسيطة، لكن خلفها رسالة عميقة. ميسي يدرك تماما أن المنتخب الجزائري ليس بالخصم السهل، وأن المباراة الأولى لن تكون نزهة، لأن الجزائر وبكل وضوح تعود دائما أقوى حين يشك العالم في قدرتها. يا جماهير الجزائر، يا من تهتفون من القلب، هذه ليست مجرد مباراة أمام بطل العالم، هذه فرصة لإعادة كتابة التاريخ، لتأكيد هوية منتخب لطالما اعتمد على الروح وعلى الإرادة وعلى قوة الانتماء. المنتخب الجزائري اليوم يقف على أبواب مونديال جديد، مستعد للدخول في معركة كروية عنوانها الشجاعة، الطموح، والرغبة في إثبات الذات. صحيح، الأرجنتين فريق كبير، تاريخ، بطولات، نجوم، لكن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، تعترف فقط بمن يقاتل داخل المستطيل الأخضر. وماذا لو كان محاربو الصحراء في يومهم؟ ماذا لو اجتمع الحماس والإصرار وروح المنتخب التي رأيناها في أصعب اللحظات؟ هنا تصبح الجزائر قوة لا تقهر، وهنا تبدأ المخاوف الحقيقية لدى أي منافس مهما كان اسمه ومهما كان حجمه. تصريحات ميسي ليست مجرد كلام، هي اعتراف بقدرة المنتخب الجزائري، واعتراف بأن هذه المجموعة ليست سهلة كما يعتقد البعض، وأن الجزائر قادرة على قلب الموازين وعلى صناعة أكبر مفاجآت المونديال. يا جماهير الجزائر، أنتم السلاح الأقوى، أنتم روح المنتخب، أنتم من يجعل كل لاعب يدخل إلى الملعب كأنه داخل إلى ساحة معركة. وحين تهتفون تهتز القلوب وترتفع المعنويات، ويولد بداخل اللاعبين شيء لا يمكن تفسيره. مباراة الجزائر والأرجنتين لن تكون مجرد مواجهة، ستكون ملحمة، ستكون اختبارا حقيقيا لروح المحاربين، وستكون فرصة للعالم كي يرى من جديد أن المنتخب الجزائري لا يخشى أحدا ولا يهاب الأسماء، وأنه حين يلعب بقلبه يستطيع أن يكتب التاريخ بحبر من ذهب. استعدوا أيها السادة، ارفعوا رؤوسكم وثقوا بمنتخبكم، لأن القادم قد يكون أجمل مما تتوقعون. والقصة لم تبدأ بعد، وما ينتظر محاربي الصحراء سيكون أكبر من مجرد مباراة. هذا كان تقرير قناة نيوز لاين آر. نلقاكم في فيديوهات قادمة مع أحداث جديدة وتحليلات أقوى. دمتم بخير ودامت الجزائر شامخة.